السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة رابعة؟ النهاردة بإذن الله هنبدأ في الدرس الرابع أو هنشرح مع بعض الدرس الرابع من الوحدة الثانية بعنوان نحو حياة مستدامة في بلدنا. يعني ايه العنوان ده؟ العنوان ده بيتكلم عن ان احنا هنتعرف ازاي اسلوب حياتنا وتعاملنا مع كل الموارد الطبيعية اللي موجودة في البيئة بتاعتنا، ازاي احنا نستخدمها استخدام رشيد، وكمان نحاول نقلل من الخسائر او النفايات اللي ممكن تنتج من استخدامنا للموارد دي. أكيد أول سؤال هيجي في دماغك هو يعني إيه موارد طبيعية؟ الموارد الطبيعية يعني كل حاجة خلقها لنا الله سبحانه وتعالى احنا ملناش دخل في وجودها، زي الهواء والتربة والمية، وكمان مصادر الطاقة اللي موجودة في باطن الأرض واحنا بنستخرجها علشان نستخدمها ونشغل بيها كل المنشآت أو كل الأجهزة اللي موجودة في البيئة اللي انت عايش فيها. أول حاجة احنا حابين نتعرف عليها هي الموارد الطبيعية. الموارد الطبيعية بتنقسم لنوعين، يا إما بتكون موارد متجددة أو موارد غير متجددة. يعني ايه موارد متجددة؟ يعني انت مهما بتستخدم الموارد دي هي مش بتخلص أو مش بتنفد، لكن الموارد الغير متجددة هي الموارد اللي بتنفد أو بتخلص وبتنتهي باستخدامنا ليها. فأنا عندي تعريفين: موارد متجددة هي إيه؟ هي الموارد التي لا تنفد رغم استخدامنا المستمر لها، إنما الموارد الغير متجددة هي الموارد التي تنفد باستخدامنا لها. وهنا صورة كده تعبيرية بتعبر لك على الموارد اللي أنا ذكرتها اللي هي الموارد الطبيعية، منها موارد متجددة وغير متجددة. الموارد المتجددة اللي موجودة دايما زي إيه؟ زي الشمس، زي التربة، زي المية، زي الهواء. ولكن الموارد الغير متجددة زي مصادر الطاقة مثلا عندنا زي الغاز الطبيعي، وزي مواد كمان الموارد المعدنية زي الحديد والنحاس والمنجنيز، وكل ده اللي موجود في باطن الأرض. هنا عندنا مصادر طاقة بنسميها مصادر طاقة حفرية بنستخرجها من باطن الأرض، فعلشان كده بنسميها مصادر طاقة حفرية. فأنا هنا عندي سؤال حلو كده وصغير ليك، هو ما المقصود بمصادر الطاقة الحفرية؟ يعني إيه؟ يعني هي التي تستخرج من باطن الأرض زي البترول والفحم والغاز الطبيعي. طيب بالنسبة كده للموارد الطبيعية اللي موجودة في البيئة بتاعتنا، للأسف هي بتمر بمشاكل أو بتتعرض للمشاكل. زي إيه كده؟ زي المية بيحصل لها مشاكل، ومصادر الطاقة والتربة والهواء. طيب إزاي إحنا هنحاول نحل المشاكل دي؟ أصلا في البداية إحنا بنستخدم الموارد الطبيعية دي بسوء استخدام، يعني ما بنستخدمهاش كويس. النتيجة بتاعتها إن ظهرت عديد من المشاكل وأدت إلى الإضرار بالموارد دي، وكمان هددت صحة الإنسان والكائنات الموجودة على سطح الأرض. لو أخدنا كده أول مورد من الموارد الطبيعية واتكلمنا عنه، واتكلمنا عن المشاكل اللي هو بيعاني منها، وإزاي إحنا نحاول إن إحنا نقاوم المشاكل دي ونحل كل الموضوع ده. أول مورد يا سنة رابعة وهو المية. إيه المشكلات اللي ممكن تتعرض ليها المية؟ للأسف فقدان الكثير من المية أو من المياه ده نتيجة استخدام وسائل ري قديمة. يعني أنت كده لو بتلاحظ في الأماكن الزراعية أو أي مكان، مثلا لو بتشوف مثلا في تلفزيون أو فيلم أو فأنت بتلاحظ إن هما بيستخدموا أساليب ري قديمة، وأساليب الري القديمة دي كده بيهدروا فيها المية. يعني مثلا بيفتحوا في حاجة اسمها جدول كده بتاع المية، فبتكون المية كتيرة، الأرض مش بتحتاج المية دي، فبيحتاج حاجة بسيطة مثلا، فكده فقدان لكثير من المياه. فأنا عندي كده مشكلة بسبب فقدان الكثير من المياه نتيجة استخدام وسائل ري قديمة. طيب وإيه كمان ممكن المياه تتعرض لمشكلة تانية اللي هو تلوث المياه؟ ليه؟ لأن أنت بتلاحظ إن في مصانع بتلقي النفايات أو القمامة بتاعتها في المية، زائد كمان في مياه صرف بتصرف، مياه صرف صحي بتصرف على مياه النيل مثلا، وكمان في مياه صرف زراعي الملوثة بالأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية. كل دول بنسميهم أسباب أدت إلى تلوث المياه. فأنا هنا عندي سؤال: بما تفسر تلوث المياه؟ ليه؟ بسبب إلقاء نفايات المصانع ومياه الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي الملوثة بالأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية. طب إزاي إحنا نحل كل المشكلات اللي بتتعرض ليها المياه؟ أول حاجة عندي حاجة اسمها جهود الدولة بتعمل إيه، وفي حاجة اسمها دور الفرد، أنت المفروض تعمل إيه في المشاكل دي.
أو أنت إزاي أو إيه الدور اللي أنت المفروض تقوم بيه علشان تحل المشكلة دي. أول حاجة بالنسبة لجهود الدولة عملت إيه علشان تحل مشكلة المية أو المشاكل اللي بتواجه المية؟ أول حاجة إن هي فرضت عقوبات على كل من يلوث مياه نهر النيل، يعني بيعملوا عقوبات أو غرامات على كل حد بيكون مسؤول عن تلوث مياه نهر النيل. زادوا إن هم بيستخدموا وسائل ري حديثة، أو يعني بتحس الدولة وبتدعو المزارعين أو كل من أتى إلى موضوع الزراعة إن هو يستخدم وسائل ري حديثة. ليه؟ علشان ما يفقدش كثير من المية، وكمان الدولة بتوفر مصادر جديدة للمية العذبة. يعني ايه؟ احنا معروف ان المصدر الاساسي للمية العذبة اللي هي صالحة للزراعة هي نهر النيل، بس هم بيحاولوا حاليا يوجدوا او يكون في مصادر تانية جديدة يستخرجوا منها او يستخدموا منها مياه عذبة، زي كده بيحلوا مياه البحر وحاجة اسمها كده حفر الابار وبناء سدود لتخزين مياه الامطار. دي كلها جهود قامت بيها الدولة علشان تواجه المشكلات اللي بتتعرض ليها المياه. طب بالنسبة لدور الفرد احنا ممكن نعمل ايه؟ طبعا انت ممكن ترشد من استهلاكك للمية، يعني مثلا ممكن تقفل الصنبور بتاعك او تغلق الصنبور المية او الحنفية بتاعتك انت اثناء ما بتنظف اسنانك. زائد ان انت ممكن تستخدم الدش بدل من استخدام حوض الاستحمام اللي هو البانيو. كل ده بنسميه الدور الواجب عليك علشان تواجه مشاكل المية. بالنسبة لتاني حاجة من الموارد الطبيعية اللي موجودة في البيئة بتاعتنا وبتتعرض لمشاكل هي مصادر الطاقة. انت عارف يعني ايه مصادر طاقة؟ يعني كل حاجة بنسميها زي البنزين والبترول والغاز الطبيعي والفحم، كل ده بسميه مصادر طاقة اللي احنا بنستخدمها وبنشغل بيها الآلات والعربيات وكل حاجة موجودة في البيئة بتاعتنا. المصادر الطاقة دي بتتعرض لمشكلة اللي هي ايه؟ ان كل مالها بتخلص ليه؟ بتخلص لان احنا بنستخدمها استخدام مش كويس او سوء استخدامنا ليها ادى الى ان كمياتها بتقل. فانا عندي هنا سؤال، بما تفسر تنفذ مصادر الطاقة الغير متجددة، هي بتخلص ليه؟ مصادر الطاقة الغير متجددة ليه؟ بسبب سوء استخدامنا أو استخدامها، ولأن كميتها محدودة فهي تحتاج إلى آلاف السنين حتى تتشكل. طبعا معروف إن البترول والفحم والكلام ده كله بياخد آلاف السنين موجود في بطن الأرض أو بيتعرض للضغط والحرارة، علشان كده بيكون في الآخر بترول. فأنت محتاج آلاف سنين تاني أو يعني مئات السنين علشان كل حاجة موجودة في بطن الأرض تتكون أو تتحول لبترول من جديد. طب ازاي احنا نحل المشكلات اللي بتتعرض ليها مصادر الطاقة دي؟ برضو هنتكلم عن جهود الدولة، هنتكلم عن دور الفرد. جهود الدولة أو الدولة عمل بالنسبة لجهود الدولة، فجهود الدولة بتتمثل فيه إن مصر اتجهت لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة، واللي هي طبعا بنعتبرها طاقة نظيفة يعني لا تلوث البيئة، زي الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية التي تتولد من المياه. يعني في طاقة كده اسمها كهرومائية، يعني احنا بنطلع كهرباء من المية، وده طبعا من شدة اندفاع المية. وكمان كهرباء من الشمس والرياح. طيب كمان مصر قامت بإنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، عندنا أكتر من محطة. يعني مثلا بنولد كهرباء من المية من محطة كهرباء السد العالي اللي موجودة في أسوان، وبنولد كهرباء من الرياح اللي هو الهواء من محطة اسمها محطة الزعفرانة اللي موجودة في محافظة البحر الأحمر. وكمان بنولد كهرباء من الشمس من محطة الكريمات اللي موجودة في محافظة الجيزة. كده احنا خلصنا جهود الدولة. أما بالنسبة لدور الفرد اللي مفروض انت تقوم بيه، وهو ان انت ترشد من استهلاكك لمصادر الطاقة من خلال ان انت أو إطفاء المصابيح والأجهزة الكهربائية الغير مستخدمة. يعني أي مكان أو أي جهاز أنت مش هتستخدمه فالأفضل ليك إن أنت تقفل الجهاز ده، زائد إن أنت تستخدم مصابيح موفرة للطاقة.